أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة مهمة جدا في الألماني، وهي إزاي نتكلم عن روتين حياتنا اليومي. يعني إزاي نقول أنا دايما بعمل كذا أو أنا عمري ما عملت كذا. موضوع بسيط ومهم، ويلا بينا ندخل فيه على طول. طيب، عشان نسأل عن عدد المرات اللي بيحصل فيها أي فعل نستخدم السؤال ده wie oft. معناه ببساطة شديدة كم مرة. والإجابة على السؤال ده بتعتمد على 6 كلمات أساسية هنتعلمهم سوا دلوقتي. ال6 كلمات دول هم المفتاح عشان نوصف أي عادة بنعملها. هنبدأ بأكتر حاجتين بنستخدمهم، اللي هم أعلى درجات التكرار، يعني الحاجات اللي بنعملها على طول أو في أغلب الوقت. أول كلمتين معانا هما immer ومايستنس. بصوا، كلمة immer دي معناها دايماً، يعني بنسبة 100%، حاجة بتحصل على طول من غير أي استثناء. أما مايستنس فدي أقل سنة، معناها عادة أو في الغالب، يعني ممكن نقول بنسبة 90% كده. ناخد مثال عشان نفهم أكتر. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. الجملة دي معناها أنا كنت دايماً بروح المدرسة بالعجلة. استخدام كلمة immer هنا بيأكد إن دي كانت عادة ثابتة كل يوم، مفيش فيها أي تغيير. والمثال التاني بيقول Mein Vater ist meistens pünktlich، يعني بابايا عادة بيجي في ميعاده. هنا استخدمنا meistens مش immer. ليه بقى؟ عشان ممكن يكون في مرة ولا مرتين اتأخر، لكن في المجمل في أغلب الأوقات هو بيجي في ميعاده. ملحوظة صغيرة على السريع، ظروف التكرار دي زي immer وmeistens مكانها في الجملة الألمانية غالباً بيجي بعد الفعل على طول. دي قاعدة بسيطة بتسهل تركيب الجملة الصح. تمام قوي. ننزل درجة بقى في مقياس التكرار ونشوف الكلمتين اللي بيعبروا عن التكرار المتوسط اللي في النص. الكلمتين دول هما oft وmanchmal. كلمة oft معناها غالباً أو كتير، يعني حاجة بتتكرر بشكل ملحوظ. أما بقى manchmal فدي معناها أحياناً أو ساعات، يعني الفعل بيحصل من وقت للتاني بس مش بشكل منتظم. الجملة دي بتوضح المعنى جدا. Sie hat oft an ihn gedacht، يعني هي كانت بتفكر فيه كتير، مش طول الوقت طبعا، لكن الفكرة كانت بتيجي في بالها كتير. والجملة التانية manchmal kommen wir zu spät، يعني إحنا ساعات بنتأخر. ده معناه إن التأخير بيحصل بس مش دايماً ومش كتير، لا، هو أحياناً بس. ودلوقتي وصلنا لآخر مستوى في مقياس التكرار، الأفعال اللي نادر قوي تحصل أو ما بتتحصلش خالص. آخر كلمتين معانا هما selten والني. كلمة selten معناها نادراً، يعني حاجة صعبة قوي إنها تحصل. أما ني فدي أقوى كلمة في النفي، معناها أبداً أو عمري ما، دي نسبتها 0%. المثال هنا بيقول Meine Kinder sehen selten fern، ودي ترجمتها ولادي نادر قوي لما بيتفرجوا على التلفزيون، يعني يمكن مرة في الشهر مثلا، عشان كده استخدمنا selten. والمثال الأخير Ich bin noch nie geflogen، ودي معناها ببساطة أنا عمري ما سافرت بطيارة. هنا كلمة ني بتدي معنى النفي القاطع، الفعل ده ما حصلش ولا مرة قبل كده. ممتاز، كده إحنا لمينا ال6 كلمات الأساسية. تعالوا بقى نلخصهم كلهم مع بعض عشان المعلومة تثبت في دماغنا. يبقى المقياس بتاعنا بالترتيب من أكتر حاجة لأقل حاجة هو immer يعني دايماً، بعدها meistens بمعنى عادة، وبعدين oft يعني غالباً، ووراها manchmal بمعنى أحياناً، وبعدين selten يعني نادراً، وفي الآخر خالص nie بمعنى أبداً. السلايد دي بقى هي الزتونة، فيها كل كلمة معناها وإيه المثال بتاعها. ممكن توقفوا الشرح هنا لحظة تراجعوها أو تاخدوا سكرين شوت، لأنها بتلخص أهم حاجة في موضوع النهاردة. وبكده نكون خلصنا. أهم خطوة دلوقتي هي إننا نطبق اللي اتعلمناه. يا ريت كل حد بيتابعنا يشارك بجملة في الكومنتات باستخدام أي كلمة من اللي قلناهم، مثلاً Ich trinke immer Kaffee، أو أي مثال يجي في بالكم. لو الشرح كان مفيد، دعمكم باللايك والاشتراك هيساعدنا نقدم محتوى أكتر. أشوفكم في الشرح اللي جاي.